وسهلا بكم في منتدى الجامعة العراقية وحياكم الله. رمضان كريم، صيام مقبول وفطور شهي. نقدم لكم هذا العام حزورات رمضانية، راجين من الله أن تنال إعجابكم. هلا أبو زياد، شلونك؟ شخبارك؟ وين هالغيبة؟ شو اقول لك مسبتوري؟ شو اقول لك؟ صار لي 3 ايام بالمستشفى، لا احد شال علي تليفون، لا احد دق بابي، لا احد سأل علي. ما ادري هاي مرتي وين ملتهية، هذول ولدي وينهم هذول؟ ما ادري والله العظيم، ما ادري شنو من بشر ذول. طيب وينهم؟ ليش ما خبرتهم؟ ليش ما شلت التليفون تخابرنا تخابرهم؟ يجون يسألون عليك يطمن، وينها مرتك؟ وينها أم زياد؟ ليش ما خبرتها؟ يا عيني اخابرهم ما حد يصدق بي، احكي لهم اقول لهم ما ادري ايش بيهم هذول. تريدين اسولف لك صار؟ هسه راح اقول لك من خابرتهم ايش قالوا لي. اي يا عيني اي، ليش هم ايش وقت صدقوك؟ بس والله هاي سوالفك التعبانة ما تخلص. تعال احكي لي وسولف لي شنو اللي صار وياك. الو، الله يساعدك ام زياد. ادري انتم ما تحكون، ما تقولون، ما تسالون. يعني ابوكم مكبوب بالمستشفى صار له 3 ايام، لا احد بيكم عرف، ما حد بيكم عرف يدق تليفون، يشيل تليفون، يسال على ابوه. انتي ما تسالين على رجلك وين؟ بيا مهجوم، دعمته سياره، صار عليه شيء. ابو زياد عيني اسم الله، ليش دعمتك سيارة؟ ليش صار عليك شيء؟ كل مرة انت هيك تختفي، تطلع لو رايح لك سفرة ويا اصدقائك، لو عندك شغلة ضرورية بغير محافظة، لو من هاي سوالفك كل شي ما بيك. هاي منين النوبة سالفة المستشفى؟ عيني انت ام زياد، يعني اني هذه الممرضة اللي واقفة بصفي هسه بتسألني، بتقول لي ما عندك اهل، مرتك ما تسأل عليك، ولدك ما يسألون عليك، ما عندك عام خال، شو جاوبها؟ والله اخجل ابوها بوجهها، حتى جواب ما اعرف شو اقولها. فدوى ابو زياد، بطل من سوالفك، اخاف هاي مثل سالفة التعالي لمعرض السيارات. هسه اشتري لك سيارة واجي وما القاك هناك، ابقى انتظر وبعدين ارجع. هاي همينة مثل سالفة السيارة، أنا متأكدة. روح الله يخليك، القالك غير قصة. شوف هاي البطران، انا بيا حال وهي بيا حال. اقولها نايم متكربس بالمستشفى صار لي 3 ايام وما حد يسأل علي، وهي تقول لي معرض وسيارة ومدري شنو. والله هاي شو جاوبها؟ عيني ابو زياد، اخاف هاي اخذ ذيك السالفة لما قلت لي تعالي للسوق نطلع سوا نشتري ملابس، واروح للسوق وانت ماكو، وبعدين تقول لي اجى صديقي علي واستحيت من عنده واخذني ورحنا. اني والله تعبت بعد من هاي السوالف مالتك. هسه تلقاك قاعد لك ببار، لو قاعد لك بنايت كلب ويا اصدقائك ودا تشرب ومتونس، وتطلع لي هاي فرتيقة نايم بالمستشفى. والله اني بعد ما اصدق بيك. يعني صديقي يدق علي تليفون ويريدني، محتاجني بشغله، شنو اعوفه؟ ما اطلع وياه، ما اشوفه شي يريد. بعدين انت يا مره جوزي من هالسوالف. حتى هذه القعده ويا اصدقائي اللي اقعدها مره واحده بالاسبوع، شايفتها زايده علي؟
ابو زياد فدوى الله يخليك، اخاف هاي مثل سالفة تعالي اشتري لك سوارات الذهب يم الصايغ، اني هسه تعالي واركب واجي والقى حتى الصايغ معزل. هاي اكيد مثل سالفة الذهب، لا تديك شي ولا بالمستشفى، دروح عيني روح. يا ستي بالك يم الذهب، هاي فرجلك المتكربس بالمستشفى وتفكري لي بالذهب؟ جوزي من هالسوالف، جوزي شوية حنية، شوية خلي قلبك حنية على الرجال، شوية خلي ولدك، علمي ولدك شلون يخابرون يسألون على ابوهم، يشوفون الصار ما صار، ليش ابوهم ما موجود، وين راح ابوهم. شفتي يا ابو ام عامر، افتهمتي السالفة هسه؟ هذا اللي كل اللي صار بيني وبين ام زياد. اي والله ابو زياد شفت وسمعت، بس تدري حقهم ما يصدقوك، مو سوالفك صارت هواي. صدق يقول ابو المثل. والآن بعد أن استمعنا إلى قصة المثل، مطلوب منكم أن ترسلوا الإجابة لنا، وهناك جائزة تنتظر الفائز في أول أيام عيد الفطر المبارك. مع تحيات منتدى الجامعة العراقية.